مريض بعت يسأل بيقول أنا كنت عامل عملية ناسور رصاصي بالليزر مع دكتور، وبعد العملية استخدمت سرنجة من مطهرات أحيانا فتحات الناسور كمطهر يعني للغيار، والناسور رجع ليه؟ فهي الحقيقة بعد عملية الناسور الرصاصي بالليزر بننبه دايما، كان لازم الدكتور ينبه عليك وهو أكيد نبه وأنت نسيت. ممنوع حقن أي حاجة جوه الفتحات دي، لأن هي الفكرة في الليزر إن هي بيدخل جوه قناة الناسور وبيحصل الليزر بيشتغل على الجدار الداخلي ويخلي الجدار يلتصق ببعضه، بيقفل القناة دي لما يحصل تليف كامل وبتقفل بالتمام لحد ما تسد الفتحات الخارجية. لازم ما ندخلش أي حاجة جوه القناة دي خالص. لما حضرتك بتيجي تحقن أي مادة مطهرة أو أي حاجة جوه القناة دي بسرنجة بضغط، أنت بعدت الجدار عن بعضه الجدارين، فأنت فتحت الناسور من جديد بتشعباته، فالعملية باظت في وقت ما انت حقنت على طول بعد العملية. الغيار على الفتحات بعد عملية الناسور الرصاصي بيكون غيار خارجي ببخاخة مطهر او بأي مطهر زي البتادين وبخاخة اميكاسين، بنستخدمهم خارجي على الجروح دي لحد ما تلتئم خلال 10 ايام اسبوعين، بتختلف من شخص لشخص حسب الحال. لكن ممنوع تقعد في ميه، ممنوع تحقن حاجه جوه الفتحات علشان الناسور ما يفتحش ويرجع تاني. اتمنى السلامه لجميع المرضى. معاكم دكتور اكرم ميلاد، استشاري الجراحه العامه وجراحات الشرج والقولون والعلاج